مستمعي هيفيف ام الأعزاء، أنا ختام يوسف معكم بفقرة زانيارين فشارتي. أما المعلومات التي سنتكلم عنها اليوم فهي عن كنيسة مارتشموني في ديريك. بعد قدوم الشعب المسيحي وخاصة الأزاخيني من تركيا هربا من اضطهاد الإمبراطورية العثمانية ولجوئهم إلى سوريا الحضن والملاذ الآمن، اندفع السريان لإشادة أول كنيسة في ديريك عام 1932 على اسم القديسة مارتشموني التي استشهدت هي وأولادها السبعة على يد الملك أندغوس، وتيمنا بكنيستها في آزخ، وطلبا لشفاعتها التي خبروها يوم تنادت لنصرتهم. وهي من أوائل الكنائس المشهدة في هذه الأبرشية، وتعتبر الكنيسة الوحيدة فيها بهذا الاسم، وتقع على شارعين عريضين، وبناؤها مستطيل الشكل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 26 مترا وعرض 9 أمتار وارتفاع 7 أمتار. أما الآباء الذين خدموا في هذه الكنيسة فهم القس موسى بن المقدسي غريب شابو، والقس جبرائيل جمعة، والقس يوسف جورجس، والربان داود سليم، والقس أفرام حنا صليبة، والخوري شمعون مرات، وأخيرا القس مراد يوسف مرات. مستمعينا، والآن سوف يقوم الأب مراد يوسف مرات بتزويدنا بمعلومات أكثر عن هذه الكنيسة. لمحة عن كنيسة مارتشموني بالمالكية. شيدت هذه الكنيسة بالمالكية سنة 1932 بالعهد القديم من اللبن، وكان سقفها من الخشب، وكان ملحق لها غرفة كبيرة لتعليم الطلاب، يعني كان علم الأولاد يعني. وفي شتاء 1953 تم تجديد بناء الكنيسة، فبنيت من الحجر الأسود والسمنت المسلح، وبعد توسيعها تم تقديسها في 15 أيار 1954 بيد مثلث الرحمات مار استاتوس قرياقوس، ونتيجة لظهور تصدعات في سقفها وبتوجيه من نيافة الراعي الأرباشية مار استاتوس متروهم تم هدم الكنيسة القديمة، وبدأت أعمال البناء في الكنيسة الجديدة في 22/10/2006، وتم الانتهاء من البناء في 25/10/2010، وتم تقديسها بيد قداسة سيدنا البطريرك المعظم مار إغناطيوس زكا الأول عواز في أحد تقديس البيعة في 31/10/2010. ومن يوم لليوم نحن عم نقدس فيها، والشعب المبارك عم بيجي ويلتجئ فيها إسلام ومسيحيين وأكراد وعرب. فنحن الحمد لله لسنا بالسريان بس، نحن كهنة لكل هالشعب المبارك في المالكية، يعني إن كان أكراد ولا إن كان عرب ولا إن كان مسيحيين عم بيجوا يطلبوا منا، نحن عم نقدم العون. طبعا مو العون إنه نعطيهم مصاري أو كذا، لا، نقدم الإرشادات الروحية. فنحن ندرس في الكليات في كنيستنا
حتى الرب الإلهي يقوينا ونعطي هالإرشادات الروحية لهالعالم كلها. كنيستنا بنيت وصارت كاتدرائية عظيمة، يعني حتى في الشام أو في حلب أو في أوروبا ما في مثلها. هاي الكنيسة تشوف فيها، والحمد لله لحد الآن الشعب عم بيجي ويلتجئ فيها ويصلي فيها، ونحن كمان خدام لهالكنيسة. أعزائنا، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن تكونوا قد اكتسبتم بعض المعارف والمعلومات من هذه الفقرة.